البنت ديّة أنا خايفة تكون مصيرها زي مصير ضحى. ضحى مين دي؟ هاقول لكم. البنت دي اللي في الصورة في الأول دي، دي بنت والدها متوفي وقاعدة بتبيع عيش في الشارع علشان تقتات. فالشارع وما أدراك ما الشارع واللي بيحصل من الشارع. ودي كانت مهمة أستاذة سمر نديم، كانت فاتحة دار رعاية زهرة مصر عشان تلم فيها سيدات مصر كلهم وتحافظ عليهم من الاعتداءات. وانتوا عارفين ايه اللي بيحصل من الشارع وايه اللي بيوصل للشارع. فنزلاء دار زهرة مصر ايه مصيرهم؟ عاملين ايه؟ نصرة، ماما نجية، ماما ناهد، ماما فاطمة، فاطمة الشيمي، فاطمة التانية، ضحى، دعاء. ايه الناس دي؟ ايه مصيرها؟ ايه هيكون؟ ايه هل مصيرهم هيبقى مصيرهم زي مصير ضحى اللي حصل؟ ضحى دي كانت احد نزلاء دار رعاية زهرة مصر. استاذ سمر كانت بتروح في كل محافظات مصر عشان تلمهم وتحافظ عليهم. انا مش هخوض في ايه تبرعات وايه مش تبرع، انا مش دي قصتي خالص. انا كل اللي انا شايفاه ان الست دي كانت محافظة على سيدات مصر، وكانت بتحاول تحميهم من التشرد والاعتداءات اللي كانت بتحصل لهم. كانت بتحاول تلمهم في امن وامان وتحافظ عليهم. لكن هم عشان الدار كانت غير مرخصة فقاموا بقفلها. لما اتقفلت طبعا وراحت ضحى اللي هي احد نزلاء دار زهرة مصر، ان هم ودوها في دور رعاية تاني. فالدور الرعاية دي اتصلوا بوالدها علشان ان هو ياخدها. لما خدها هربت منه، اصلا والدها رميها في الشارع ومش عايزها ولا اهلها كانوا عايزينها. ضحى دي مريضة نفسيا من ذوي الهمم. كانت أستاذة سمر بصراحة كانت بتحافظ عليها. أيوة هي هربت من دار مصر حوالي مرتين ثلاثة، لأن أنا كنت من متابعين أستاذة سمر نديم. أيوة هي هربت كتير، بس كانت بتيجي وتنزل وراها وتجيبها وحاولت احتوتها لغاية ما استقرت في دار زهرة مصر وقدرت إن هي تتحسن وتكون كويسة. لدرجة كانت بتوقفها في المطبخ وتقعد تعمل الحاجة وتطبخ وتحتويها، ودتها كمان عمرة وحاولت إنها تحتويها. كانت ضحى عايزة شوية حب وحنان بس، وهم لقيتهم مع أستاذة سمر. كانت بتحتويها وكانت صديقتها وكانت بتحبها وتحتويها وكانت بتاخدها على قد عقلها زي ما احنا بنقول. وعملت معاها المستحيل وعملت معاها اللي أهلها ما عملوهوش. طبعا ضحى دي لما لما هربت من والدها، لما استلمته من دور الرعاية هربت منه، راحت في حتة اسمها اسكندرية. قابلت المتهم اللي هو قضى عليها وقتلها، قابلته في شارع اسكندرية في الأزاريطة. المتهم ده كان جاي من سوهاج وقاعد مأجر شقة في شارع خالد بن الوليد. طبعا هو شاف الضحية اللي هي الضحية ضحى. لما شاف الضحية ضحى فطبعا ضحى محتاجة كلام حلو، أكيد قال لها كلام حلو، قال لها كلام حب احتواها. طبعا قال لها كلام معسول. مع اختلاف طبعا أستاذ سمر نديم كانت هدفها ما هو إلا أنها تحتويها، لكن ده كان دفعه السرقة. وكان كل اللي معاها حوالي 8200 جنيه، وكان معاها موبايل. طبعا 8200 جنيه دول مش حاجة ولا هيعملوا حاجة للمتهم، لكن الشيطان لما بيحضر خلاص. المهم لما لقاها وقام وقتلها واستدرجها وقتلها. لما قتلها اشترى شنطة سفر، حقيبة سفر، وحطها وقطعها أجزاء وحطها ورماها في الطريق. ودي كانت نهاية ضحى، مأساة ضحى أحد نزلاء زهرة مصر اللي هي احتوتهم. فهنا السؤال، فين حق ضحى؟ هل هتبقى في ضحى تانية؟ هل في ضحى تبقى تانية؟ بنت زي اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو دي هتبقى ضحى تانية وضحى تالتة وعشرة، طول ما فيش تعاون وفي مساعدة وفي ناس بتحب بعض ويبقى في تعاون. ايوه كان في ناس كتيرة بتيجي لدار زهرة مصر علشان يقدروا يقفوا جنبها ويتبرعوا لها، كانوا عايشين في امن وامان. بس اللي وصل ان الدار تتقفل بالمنظر ده، وان الناس كلها كانت معززين مكرمين، وسيدات مصر كلهم كانوا معززات مكرمات، وانتوا عارفين الشارع وتشرد الشارع وازاي كان فيه امان. ها السؤال التاني، نزلاء دار رعاية زهرة مصر اخبارهم ايه؟ ها نفسنا نطمن عليهم. ماما بطة، بطة التانية، ماما نجية وماما فاطمة وناس كتير قوي 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 قوي، ايه اخبارهم؟ ايه وصلوا لايه؟ نجية جليلة، ماما جليلة بتموت، واستاذة سمر نديم نفسها تشوف ماما جليلة. ايه مصيرها؟ مش من حقها انها تخش وتزورهم وتشوفهم؟ ايه مصيرها؟ ايه مصيرهم كلهم؟ ضحى ذنبها في رقبة مين؟
ومين المفروض يتعدم معاها؟ مفروض يتعدموا في ميدان عام، أهلها وأبوها بالذات. لو كان اداها شوية من الحب والاحتواء كانت ضحى بقت حاجة تانية، ما وصلتش إنها تبقى كده ويستدرجها واحد علشان يوصلها للنهاية المأساوية اللي هي وصلت لها. خدوا بالكم، في حاجة اسمها فقر الحب وفقر الحنان. فقر الحب والحنان ده هو اللي وصل ضحى لكده، لأن ضحى كانت بس محتاجة شوية حب وحنان، واللي لقيتهم ولما لقيتهم للأسف حرموهم. أشخاص ما حرموها منه، ودي كانت نهاية ضحى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حبيبي عيلتي وناسي، متشكرة جدا جدا انتوا سمعتوني. ألف مليون شكر. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم وأتوب إليك. كل سنة وانتم طيبين ودايما بخير، ودمتم في رعاية الله وحفظه.